بنشوف في مشهد الحرفي هيو وهو قاعد مع رئيس معرض الحلوى وبيوري له تمثال وقال له انه جعل امهر الحرفيين اللي عنده يصمموه له، وانبهر بالتصميم رئيس معرض الحلوى جدا، وبيساله هيو لو التصميم ده مناسب من الاساس للاهداء لحفيدته للاحتفال بزفافها. فقال له رئيس معرض الحلوى ان ده مش مهم لان الشباب هم المفروض اللي يورثوا تاريخنا ويحاولوا يتقدموا بيه. وبيسال رئيس معرض الحلوى هيو عن البنت اللي ظهرت وعملت ضجه في معرض السكر الفضي، ولما قال له هيو ان اسمها آن فقال له رئيس المعرض انا لو كنت عارف هي قاعده فين كنت هحاول ان انا اشوف الجنيه الجميله اللي هي صممتها تاني. فقال له هيو انه شافها في مدينه ويستون من ايام وانه عرض عليها تنضم لمدرسته لكنها رفضت لانها عايزه تعتمد على نفسها. فاستغرب رئيس المعرض ازاي ما تحاولش تنضم لاكبر مدرسه في صنع السكر الفضي، والعرض كان من مدير المدرسه شخصيا وبيفضل يضحك جدا على طبيعتها الجميله. ولما ساله طب هي فين دلوقتي فقال له هيو انها عادت لمدينه ويستون. فقال له رئيس المعرض يبقى في احتمال كبير جدا ان انا اشوفها هناك لانه لازم يقدم مشوره للملك بخصوص الدوق فليكس. ولما بتقعد آن مع اصدقاء في احدى المقاهي بتعرفهم صاحبه المقهى ان المنطقه دي كلها عندهم حرفيين السكر الفضي المعتمدين وما بيتعاملوش مع اي حد من الخارج. فقالت لها آن انت عندك حق، انا ما جاليش ولا زبون من ساعه ما جيت لهنا. فقالت لها صاحبه المقهى ان في جنوب البلده في مقاطعه اسمها فليكس. فقالت لها آن انها عارفاها وانها بلده مشهوره بالتجاره جدا، ده غير انها تحت سيطره العائله المالكه مباشره. فقالت لها صاحبه المقهى ان دوق مقاطعه فليكس اسمه ويليام ألبرن. نرجع لرئيس المعرض وهو بيتكلم مع هيو وبنعرف منه ان هو احدى وزراء الملك، وبيكمل رئيس المعرض حكايه المملكه وقال له ان الملك المؤسس سيدريك بعد ما توفى ساب وراه 3 سلالات عائليه، عائله ميسلاند وعائله تشامبر وعائله ألبرن. اما عن عائله ميسلاند فهم ورثه العرش، لكن لما توفى الملك السابق إدموند كان الملك الحالي عنده 12 سنة، وكانت الحكاية دي من 15 سنة تقريبا، وطبعا تم استغلال عمره فتسببت عائلة تشامبر بانتفاضة علشان يحاولوا يستولوا على العرش. وعرف هيو ان رئيس المعرض ساعتها هو اللي وقف ضد التمرد ده بمساعدة شخص اسمه توماس ألبرن، وبعدها اقتلع القادة عائلة تشامبر. وعلشان حب الملك لتوماس ألبرن أعطى لعائلته وعائلة ألبرن أرض تكون تحت سيطرة العائلة المالكة، وكانت هي أرض فليكس، وأي عوائد من الأرض دي بتروح للعائلة المالكة مباشرة. واتفرض ساعتها إنه كدليل على ولاء عائلة ألبرن للعائلة الحاكمة لازم يقوموا بزيارة لويستون مرة واحدة على الأقل في الشهر. أما الشرط التاني في أي عوائد مالية من التجارة للمقاطعة دي فتروح مباشرة للعائلة المالكة، وعلشان كده بقى هم دول الشرطين الوحيدين لبقاء حكم أرض فليكس لعائلة ألبرن. وبعدها ورث ويليام ألبرن الشرطين دول ونفذهم. وكمل رئيس المعرض وقال إن شكل موضوع التمرد ده هيرجع تاني. فعرف هيو إن التمرد ده هيرجع من جديد على إيد رئيس مقاطعة فليكس اللي هو ويليام ألبرن، وإن هو اللي هيعمل كده. وبنروح لآن اللي بتعرف من صاحبة المقهى إن صاحب قلعة فليكس بيبحث عن حرفي سكر يكون شاطر جدا، والشرط إنها تبقى في قلعة فليكس، ولو أعجب بالتمثال اللي هي هتصنعه فهيدفع لها 1000 قطعة نقدية كمكافأة على ده. فانبهرت آن جدا واتخضت من الرقم ده، وقالت لها صاحبة المقهى ان الدوق فليكس حفيد سلف الملك سيدريك، ولو هو اللي اعترف بمهارتها فساعتها هتنال مكانتها كحرفية سكر وسط الناس كلها في المدينة، وساعتها هتتشهر كتير جدا. فبيدور الموضوع في دماغ آن كتير، وبتقرر آن انها تروح لقلعة فليكس علشان تشارك بالقطعة اللي صنعتها، وأمرها حراس القلعة بالدخول لوحدها. وبالفعل بتدخل آن للقلعة وبتلاقي إن في حرفي تاني غيرها سبقها علشان يوري قطعته للدوق، وبيظهر دوق مقاطعة فليكس الدوق ويليام ألبرن، وبيطلب منهم يشوف تمثال السكر اللي هم أحضروه معاهم. ومن نظرة واحدة بسرعة بيطلب من الحرفي اللي كان مع آن إن هو يغادر القلعة، لكن طلب من آن إنها تنتظر. وبيقترب الدوق من آن وبيسألها عن الجن اللي هي مصمماه وليه صنعت جني بالتحديد. فقالت له آن إن النموذج ده لأحد أصدقائها واللي اسمه بودو، وإنها في الأصل عملته علشانه. فقال لها الدوق إنه هيسمح لها تنتظر في القلعة وتصنع حلوى سكر تكون على قد توقعاته. ولما سألته آن تصنع الحلوى الجديدة على شكل إيه فراح وراها صورة وانبهرت جدا بجمال الجنية اللي فيها، فقال لها تصنع تمثال سكر للجنية دي. فوافقت آن وقال لها الدوق تروح للورشة من الآن، وقال لها لو هي حابة تشوف الصورة مرة تانية فهتلاقي برج قريب من الورشة في البرج الشرقي كل جدرانه لوحات لنفس الجنية دي وبصي عليها كويس. فقال لها أحد حراس الدوق
بعد ما بياخدها لمكان اقامتها ان الدوق ويليام ألبرن بيكره جدا حد يسيطر على الجنيات، فقالت له انا علشان كده هي لحظه ان مفيش اي جنيات بيخدموا في القلعه، فقال لها الحارس انه اصطحب الجنين بتوعها للورشه. ولما سالت ان الحارس ليه الدوق عايز يصنع تمثال حلوى على شكل الجنيه دي بالذات، فسكت الحارس وغير الموضوع، وعرفها الحارس على مكان البرج اللي هتلاقي فيه 3 حرفيين من الشباب اللي اختارهم الدوق قبلها، وقال لها ان هيكون في ما بينهم منافسه كبيره جدا. وكمل لها الحارس وقال لها ان ده العدد الوحيد اللي الدوق اعجب بمهاراتهم جدا، وبيوصل ال3 للورشه اللي هتقعد فيها ان. وبيوصل الجميع للورشه وبتحكي لهم ان عن الجنيه الجميله اللي الدوق عايز يصنع من شكلها حلوى السكر، وان في لوحات كتيره منها جدا في البرج الشرقي، وانها رايحه علشان تشوف بقيه اللوحات لنفس الجنيه. فقرر شال ان هو يروح معاها لهناك. وفجأة لما بتدخل للبرج الشرقي بتلاقي جوناس و2 من صحابه، والاتنين في لحظة صمت قدام بعض. وسألته ان ايه اللي جابه لهنا، وهو بكل غضب بيسألها هي جاية لهنا مخصوص علشان تنتقم منه. فقالت له ان بكل استنكار ان ما عندهاش اي وقت علشان تتكلم معاه في التفاهات دي. فبيقول لها اصدقائه ان هم عايزين ينتقموا منها على اللي هي عملته في صديقهم. فغضبت ان وقالت ان هو اللي لجأ للاساليب السيئه دي معاها، وده كله علشان ما تفوز هي بالجايزه ويفوز هو. فقالوا لها ان هم عرفوا كل حاجه من صديقهم، وان هم مش هيسيبوا اللي حصل ده لصديقهم يعدي بالساهل، ولازم ينتقموا منها. فوقف قدامهم شال وقال لهم يعني هتعملوا ايه، وبدأ يسحب سيفه. فخافوا جدا، وبيقول جوناس لآن انه متأكد انها جت هنا بعد ما سمعت الاخبار عن الدوق فليكس، لكن المكافأة هتكون من نصيبه هو بس. فقالت له ان انها مش هتخسر برضه. وبتبدأ ان في اول نموذج من الجنية، ولما بيقعد بودو مع ان بيقول لها ان المكان ده بيشعر شال بالحنين. ولما هي دخلت عند الدوق فليكس الاول مرة كانوا هم منتظرين بره، فقال له شال ساعتها انه كان عايش في قلعة زي دي مع ليز. فاستعجبت ان شال كان عايش في قلعة مع ليز، ومن كتر ما كانت بتفكر في كلام شال عن ليز وانها كانت امرأة جميلة لما كبرت، بتقول لنفسها ان عمرها ما هتبقى جميلة جدا زي وصف شال لليز، وانها هتفضل نحيلة كده وصغيرة. لكن يا ترى كانت شخصية ليز عاملة ازاي؟ انا متأكدة انها كانت جميلة. وبتفضل تلوم في نفسها على شعورها بالغيرة من واحدة ما قابلتهاش قبل كده. بيدخل عليها شال فبتتحرج منه جدا، خصوصا بعد ما بيقرب منها علشان يسألها ليه متضايقة. ولما بتجري آن بتقابل جوناس وقالت له المرة دي مفيش أي حلوى علشان تسرقها مني لأن تصميمها لسه ما جهزش. فقال جوناس إنه مش محتاج لتصميمها لأنه انتهى من تصميم قطعته هو وأصدقائه في الأمس، وإن بعد ما شاف الدوق التصاميم اختاره هو لوحده دونا عن زمايله، وزمايله رحلوا وهو الوحيد اللي أمره ينتظر في القلعة. وبيقول جوناس بكل فخر إن الدوق قال له إن مستواه أفضل كتير جدا من أصدقائه ولازم يزود من دقته شويه. وقال من كتر قلقها بتتردد وهي بتقول له ان الدوق لسه ما شافش قطعتها. فقال لها جوناس انت عارفه ان هم بيقولوا ان انا اول شخص تم السماح لي بالبقاء في القلعه. فغضبت ان منه جدا بعد ما قال لها انه هينتقل للبرج ده لان ده امتياز للحرفي اللي بيختاروا الدوق، وعمال يودعها بكل غرور. فبتغضب ان من كلامه جدا. فقال لها شال ما تتضايقيش. واخيرا ان بتخلص اول تصميم ليها بنجاح. واخيرا لما بتوري التصميم للدوق فليكس قال لها ان التصميم ده مش زي الجنيه اللي قال لها عليها، لكنه حاسس انها مناسبه جدا وعلشان كده لازم تزود من دقه عملها بشكل افضل، وطلب منها تنتقل هي كمان للبرج حالا، وبكده هيكون عنده 2 حرفيين هو فقط اللي هيختار ادقهم. ولما بتروح آن مع الحارس للبرج بتسأله يعني كده الدوق عجبه تمثال الحلوى بتاعها ولا لأ. فقال لها الحارس انه شاف انه هو مش سيء. وبيتفاجئ جوناس جدا لما بيشوف آن طلعت للبرج اللي هو انتقل ليه، وكان متضايق منها جدا. وقال لها جوناس ان هو مش هيخسر ابدا قدامها، وآن مصرة على انها كمان ما تخسرش. بتستغرب آن ان جوناس رن الجرس الليله ديت على الرغم ان هو رن برضو الليله اللي فاتت، يعني معنى كده انه ورا تمثالين للدوق. فقرر بودو يروح لغرفه جوناس علشان يعرف الموضوع. وفجاه بيدخل عليها شال وماسك بودو في ايديه، وقال لها ان بودو كان بيحاول يدخل لغرفه جوناس. فقال بودو انه كان عايز يخدعه شويه لانه كان باين عليه ان هو مكتئب، وده اللي خلاه سعيد. فاستغربت آن جدا ازاي جوناس مكتئب. وبيتفرج شال على التصميم اللي خلصته آن، وقال لها بودو احنا دلوقتي لازم نقرع الجرس